رائدة في المنطقة لتعزيز الرياضة والبيئة، حيث تجمع بين التميز الرياضي واحترام البيئة من خلال اعتماد نهج صيد الأسماك دون تعريضها للخطر أو القتل أو ما يطلق عليه باسم نوكيل، إذ سيتم إطلاق جميع أنواع الأسماك التي يتم اصطيادها إلى المياه، ما يساهم في الحفاظ على النظام البيئي البحري الفريد للمنطقة، ويقدم تجربة فريدة لعشاق الصيد، خصوصا شباب المنطقة المشاركين بهذه التظاهرة التي تحمل بعدين وطني ودولي. يشار بها أن المكتب الشريف للفوسفات وفي إطار التزامه القوي بالتنمية المستدامة سيكون داعما وراعيا رسميا لهذا الحدث المهم، والذي يندرج ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ترويج لمدينة الداخلة كوجهة رئيسية للسياحة الرياضية وتعزيز موقعها على خريطة الوجهات السياحية والرياضية العالمية. كما يمثل هذا الحدث محركا قويا للتنمية المحلية من خلال جذب الزوار والمشاركين من جميع أنحاء العالم. وتؤكد هذه التظاهرة على المكانة النموذجية التي تتبوأها مدينة الداخلة، حيث تجمع المسابقة بين الرياضة واحترام البيئة والتنمية السياحية، وهو ما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس لمستقبل الأقاليم الجنوبية والمخططات الاستراتيجية الكبرى والموجهة لتنمية المنطقة، وهو ما تسير على خطاه الداخلة لتكون محورا ثقافيا ورياضيا على المستوى الدولي. بداية نود أن نشكر جهة الداخلة ووادي الذهب والمجلس الإقليمي للسياحة، شكر خاص للداعم الرسمي المكتب الشريف للفوسفات، أيضا الشركة المغربية للصناعة السياحية، رسمي موروكو، مجموعة البريد بانك، بيبسي، أمان سوس، جيبسي كارتون. شكر خاص لكل المشاركين لجولة من مختلف عمالات وأقاليم المملكة المغربية، شكر خاص لكل من يساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا التظاهرة، شكر كبير لكل الإعلاميين والصحفيين اللي حضروا معنا هذا اليوم لتغطية هذا الحدث المتميز. بداية غادي نناديو على السيد عثمان عمر رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بجهة داخل وادي الذهب باش يعطينا الكلمة ديالو بهذه الصبيحة تحت سيطرة بطبيعة الحال. جماعتي هذه الوجوه شكر خاص أيضا للساكنة على حفاوة وحسن الاستقبال، حظينا باستقبال كبير، فرحة باينة على وجوه المشاركين. شنو تقدر تقول لنا على هذا التظاهرة؟ ارحب بالضيوف الكرام واللي جاونا باش يشاركوا معنا هذه التظاهره، وكذلك لا ننسى اننا نشكر جهه الداخله والذهب على منحنا فرصه لتنظيم هذا النوع من التظاهرات والمشاركه معنا فيها، وكذلك المكتب الوطني الشريف للفوسفات وباقي المساهمين هذه التظاهره. وهذه ان شاء الله التظاهره واللي هي الاولى من نوعها ان شاء الله راح تعود نسخ ثانيه واللي فيها كثير كما قلت في التقديم ديالكم، فيها الحمد لله مشاركه من جميع المشاركين من باقي المدن المملكه، وهذا يعزز التواصل الذي يعود معنا بين الجماعات ونتمنى ان شاء الله النجاح في هذه التظاهره ونجدوا ترحيب بضيوفنا الكرام. شكرا للسيد عثمان عمر رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بجهة الداخلة والذهب. إذا وقليلا إلا على بركة الله نعطيه الانطلاقة الرسمية كسيد عمر. إن شاء الله بسم الله على بركة الله. نحن اليوم نعيش لحظات انطلاق هذه التظاهرة الوطنية، وهي المسابقة الوطنية بالقصبة والأولى من نوعها في الجهة، وحكم أننا هذه التظاهرة بشراكة مع جهة الداخلة والذهب واللي تدخل في برنامج تنموي للجهة، والمراد من هذه التظاهرة هو تعريف المؤهلات السياحية لجهة الداخلة والذهب
بحكم أنها الداخلة عاد معروفة سياحيا برياضة الكايت سيرف. نحن الآن نحاول إن شاء الله نزيد منتوج آخر للسياحة، وهي سياحة الصيد بالقصبة، اللي كيف هو معروف أن الداخلة معروفة بالسمك على الصعيد الوطني. لما لا نعدوا تظاهرات نشاركوا فيها جميع لا الهواة ولا الصيادين كامل ربوع المملكة، واللي إن شاء الله كما قلنا نحاولوا ما يمكن نعزوا وندخلوها في العرض السياحي لجهة الداخلة ووادي الذهب. وهذه النسخة الأولى، وإن شاء الله لا يعودوا نسخ ثانيين. وهذه النسخة هي على هامش هذه النسخة هناك كرفان أو قافلة طبية اللي إن شاء الله يجون دكاترة مختصين بالسمع، بمرض السمع والرأس والحنجرة. وهذا مبين اللي يواكب هذه التظاهرات. كما قلنا هناك هي تظاهرة فيها على 3 أشطر، الشطر الأول والشطر الثاني هما مشاركة، هي بطولة وطنية، واللي يتأهل إن شاء الله اللي نديروا في الشطر الثالث، وهي البطولة الدولية اللي يشارك فيها كل من إسبانيا وجبل طارق وفرنسا والبرتغال والسنغال بإذن الله وموريتانيا. السلام عليكم. أنا مريم بن جلون، جيت من مدينة الدار البيضاء باش نشارك في هذه التظاهرة الرياضية ديال بيش توريستيك سبورتيف اللي منظمها لو سي بي. رائعة في مدينة الداخلة، أول مرة اللي يقوموا بالتظاهرة في مدينة الداخلة، لمدينة غزالة رائعة اللي يمكن اللي نتمناو كل شيء يجي يزورها. جيت نشارك في هذه المسابقة ديال بيش سبورتيف ديال الصيد بالقصبة، اللي معروفة غير الرجال. ودابا اللي ما تعرفوش بأن حتى النساء المغربيات معطين لهاد التظاهرة ديال لابيش سبورتيف سوف كاستينغ. وكنتمناو عندنا المسابقة اليوم دولية. دابا عندنا 2 مانش اللي غنلعبوا، عاد نشاركوا مع الدول الأوروبية. وكنتمنى بأن هاد النساء يتعاطوا لهاد الرياضة، هاد لابيش سبورتيف اللي عندها مستقبل. كنتمناو يمشي بعيد. وفي هاد مدينة الداخلة اللي كنشكروا جميع الناس اللي قاموا بلورغانيزاسيون ديال هاد التظاهرة، وكنتمناو لهم كل التوفيق ومسيرة ان شاء الله تكون ناجية احسن واحسن. وكنشكروا جميع الطاقم اللي استقبلونا مزيان ووفروا لنا جميع اللي بغينا. وكنتمناو غادي ننطلقوا دابا باش نبداو لهاد المسابقة. ومدينة الداخلة رائعة، جيت وعودت، كنتمنى نعاود نجي لها، حيت لا ناسها ولا الجو ديالها ولا البلاد، الله يعمرهم. وشكرا على درتو هذا الاستجواب معايا، وميرسي وبارك الله فيكم. الاسم ديالي السقمي ناديه، جيت من مدينه من قريه اخ فنير، وكنتمي لجمعيه وكممثله لجمعيه اوسيانا بيش بالدار البيضاء. انا جد سعيده بهذه المشاركه في هذه التظاهره الاولى بمدينه الداخله، وكنشكر جميع المساهمين وجميع الداعمين وجميع
الساهرين على هاد المسابقه. وتبارك الله كان استقبال زوين، كان كل شيء تبارك الله كان هو هذاك. وكنتمنى حظ جميل لجميع الرياس. وانا من ككوني امراه كنمارس هذه الهوايه وكنحبها وكنبغيها بزاف. علاش؟ كتعلمك بزاف ديال الحوايج، منهم الصبر، منهم كتكون اكتيف، منهم بزاف ديال الحوايج. وماشي اول مسابقه ليا، انا ديجا كنت شاركت في بزاف ديال المسابقات داخل المغرب وخارج المغرب. واول مسابقه ليا كانت مدينه العيون، كانت 2016 كنت شاركت فيها. وكنتمنى الحصيله تكون ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون زوينه، وتكون شي هذا. والبحر تبارك الله زاهر، تبارك الله بيان اجيتي. واخا هكاك راه حنا غادي نتحاربوا غنتقاتلوا باش نجيبوها ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى وتحيه للجميع من طنجه للقويره، جميع الرياس. السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يشرفني ان اتقدم باسم ساكنه الداخله في هذه المسابقه الدوليه التي تقيم بمدينه الداخله، واللي كترأسها جهه وادي الذهب والسي بي. ونحن من المشاركين نتمناو من الله الفوز على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي ان شاء الله باذن الله، لان المسابقه فيها بروميير ترونش ودوزيام ترونش ان شاء الله باذن الله. وغادي يجيو عندنا الناس اجانب من الدول الاوروبيه اللي غادي يتاهل في هذه المسابقه ان شاء الله، عنده الحظ باش غادي يشارك في المسابقه الدوليه. ومدينه الداخله كما تعلمون ان السيد الملك عطى الاولويه بزاف لهذه المدينه هذه باش يكونوا عندها الحظوظ لا في المسابقات الدوليه ولا المسابقات العالميه. وهي محظوظه لان جات هذه المسابقه الدوليه الاولى من نوعها في مدينه الداخله. وكنشكروا جميع اللجان اللي جاوا تقدموا على هذا المسابقه هذه، منهم جهه وادي الذهب، ومنهم هاد الاطر اللي جاوا والصحافه والناس المشرفين على هذه المسابقه. ونتمنوا الخير للجميع.